السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متتبعي الأفاضل، أخواتي الكريمات، نتمنىكم تكونوا مزيانين بخير وعلى خير في أحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم مهم في هذا الفيديو أنا كنت كنعمل كنفصل شوميز عصرية، وقلت ندردش معكم في هذا الفيديو لأنه ما بغيتش نعمل معكم فيديو تعليمي على الفصالة وعلى هذا. ما عرفتش واش المتتبعين ديالي مهتمين بهذا المجال. إلا كنتوا بغيتوا نعمل معكم مثلا فيديوهات في هذا المجال، ما عليكم غير تخبروني وانا ان شاء الله نعمل لكم فيديو على كيفية الفصالة المهم على الفصالة العصرية، لأنه ما عنديش فيديوهات في القناة ديالي على هذا المجال. اللي بغيت هو أنني نجاوبكم على تساؤلات ديالكم. بزاف منكم كانوا سولوني شنو هو الحاجة اللي بغينا مثلا إلا بغينا نتعلموا الفصالة، واش نتعلموا الفصالة العصرية أو لا البلدية، حنا كنقولوا البلدية العصرية ولا التقليدية. المهم الرأي ديالي أنا والحاجة يعني اللي عملتها أنا هو أنني أنا تعلمت الفصالة العصرية، لأن من خلال الفصالة العصرية ممكن كناخدو يعني كنحاولوا أن حنايا كنتعلموا فيها بزاف ديال لي تكنيكات اللي نقدروا نفصلوا الفصالة التقليدية، يعني جلالاب، قفاطان، تكيشطات بسهولة. ما كتبقاش عندنا حتى شي صعوبة في الفصالة التقليدية إذا تعلمنا الفصالة العصرية. أنا هذا هو الرأي ديالي، وأنا هذا هو اللي عملته، لأنه أنا تعلمت فصالة عصرية يعني الموديليز. كنت من خلال يعني التعلم ديالك كتبقى تخرج مثلا كتشوف غير الصورة. هادشي من خلال التعلم يعني ديالنا كانوا كيعطيونا صورة ديال فستان ولا ديال جيب ولا ديال شوميز، كنخرجوا منه الموديلات. يعني كنحاولوا ان حنايا نخرجوا ديك الفصاله ديال هذيك غير من خلال الصوره. فلذلك يعني ملي كتجي دوز البلدي كيجيك ديك الشيء ساهل. ما عرفتش ممكن يكون كاين شي رأي آخر، ولكن هذا هو الرأي ديالي، وهذه هي طريقة باش تعلمت أنا وباش كنخدم بها أنا. وحاجة أخرى يعني كيفاش كانوا يعني من خلال بعض التساؤلات كيسقسوني كيفاش يعني نحافظوا أو لا كيفاش نشقوا طريقنا في النجاح، يعني ملي نبداو شي مشروع كيفاش مثلا حتى نوصلوا. اش غادي نقول لكم، بزاف ديال المرات قلت بانه بزاف ديال المرات كنكونوا يعني كنستمعوا بزاف ديال الفيديوهات، كنستمعوا بزاف ديال النصائح، كناخذوا مثلا كنشوفوا بعض التجارب ديال الاخرين. كاين بزاف ديال الحاجات ممكن ان حنا نستافدوا منها، وفي نفس الوقت كاين بزاف ديال الحاجات اللي غادي تنفع واحد اخر ما تنفعنيش انا. اش غادي نقول لكم باش نقول لكم يعني نعطيكم شي نصائح خاصه اللي استخدمتها انا باش نوصل لطريق النجاح. انا كنحس يعني حاليا انا باقي ما وصلتش باقي ما وصلتش مره للطريق هذا. شنو هو الحاجه الوحيده هو انه ما كنستسلمش. يعني اولا كتحط في بالك قدامك الحاجه مثلا اللي بغيتي توصل لها، او الاهداف اللي كيقولوا لهم هما الاهداف في مجال، سواء اي مجال بغيتيه، مجال الخياطه، مجال بزاف ديال المهم اي مجال كنتي فيه نتينا. حنا دابا هنايا كنهضروا على مجال الخياطه، المجال اللي انا كنحاول انني انا كنعافر فيه باش نوصل للاهداف اللي انا كنتمنى انني نوصل لها. وخصك تعرف بان الا بغيتي توصل، سواء مثلا خصك تحط الاهداف اللي كيقولوا الاهداف القريبه، ومن بعد توصل، من بعد تحط يعني الاهداف القريبه والبعيده. اش غادي نقول لكم، كان الحاجه الوحيده هو انك تلتزم، يعني تلتزم بالحاجه اللي انتينا فيها، التزم بالوقت، التزم بالكلمه، التزم ب... بجوده، التزم بزاف الحاجات.
وأحيانًا كتيرة يعني كنواجهوا بزاف ديال الصعوبات في الطريق، يعني بزاف د الحاجات ما كتيسّرش يعني من أول خطوة، وكاين عاود بزاف ديال الناس هُما محظوظين فهمتي، كتيسّر لهم الحاجات بزاف فيها. وخصك دائمًا كيقول لك دائمًا أنتِ في أي حاجة مجال دخلتِ له خاصك تكون أنتِ مميزة، يعني تحط واحد اللمسة ديالك وتكون أنتِ فيها مميزة. أي واحد غادي يشوف الشغل ديالك غادي يقول هذا الشغل ديال فلانة، لأنه أنتِ كتحط ديك اللمسة ديالك. وأي حاجة أنا كنظن هاد الشي في البال ديالي بأنه أي حاجة كنخدموها إلا كنا كنخدموها بالحب وكنخدموها بالرغبة ديالنا وحنايا كنخدموها بالعشق، يعني ما غادي نعطيو فيها، يعني كتحط فيها من الروح ديالك. إلا كنتِ كتخدم ديك الحاجة بالحب يعني بالاهتمام كتحط فيها منك، لذلك فكيكون دائمًا ديك اللمسة ديالك فيها. وقال لك دائمًا خاصك يكون عندك المهارات جديدة، خاصك دائمًا تكون يكون عندك مثلًا كتطّلع على الجديد، سواء في مجال التصميم، سواء في مجال الخياطة، سواء في مجال التنبات، سواء هي هاد المجال ديالنا ديال الخياطة فيه بزاف ديال الناس، يعني بياسة وحدة ما كتكمل حتى كنكونوا يعني دازت على بزاف ديال الحاجات. أنا كنهضر على الخياطة التقليدية ماشي العصرية. آآ كدوز يعني بزاف ديال اليدين كيخدموا فيها باش كتكمل لنا بياسة، سواء من الناس اللي كيفصلوا، سواء من الناس اللي كيسرجيو، سواء من الناس اللي كيدوزوا الماكينة، سواء من الناس اللي كيعملوا السيفا، سواء من الناس اللي كيعملوا الزواق د المعلم، كاين الطرز، كاين التنبات، كاين العقاد، كاين الزواق، كاين هاديك الضريس، يعني بزاف ديال المعلمين كيدوزوا في ديك البياسة عاد كتكمل ديك البياسة ديالنا كتخرج للنور كتكون بياسة كاملة مكمولة. فلذلك انت دائما خصك تكون مطلع على الجديد، دائما تشوف الجديد، تشوف شنو كاين، شنو هو الجديد اللي كاين باش نتينا اصلا ملي كتجي تصمم اولا كتجي تخيط شي حاجه كتعمل بها. طبعا بحال اللي مشى بحال حنا كنقولوا كنتماشاو مع اللي موجود في السوق ولكن هاد الحاجه هذه كتفيدك، يعني كتفيدك بزاف. وكيقول لك كيقول لك زعما خصك زعما تستعملي هاد المواقع التواصل الاجتماعي، تبارك الله حنايا كنستعملوهم. طبعا خصك تعمل فيديوهات، خصك تبني علاقة مع الناس اللي متبعينك مثلا في الصفحات ديالك. الا كان مثلا عندك الجديد كل مرة كتعمل جديد، الناس اللي كيبيعوا داكشي الواجد داكشي خصهم ضروري ما يبنيو علاقات بين المتتبعين ديالهم باش يعرفوا شنو كيبغيو وشنو الجديد. مهم من خلال التواصل الاجتماعي تبارك الله هذا المجال صار مفتوح وسهل بزاف ديال الامور على الناس اللي خدامين في هذا المجال. وقال لك خصك تبني علاقات في الميدان، هذا الشيء الوحيد اللي انا ما قدرتش نعمله. كنعترف لاني ما قدرتش نعمله، انا شويه ماشي اجتماعيه وكيجيني صعيب انني مثلا نبني علاقات، مثلا نكون مع يعني بزاف ديال العلاقات شويه حدوديه، وهذا كيأثر على العمل بزاف. خصك تبني علاقات، تكون عندك علاقات زوينه مع كل شيء. ملي كنقول خصك تبني علاقات زوينه مع كل شيء ماشي معنى انني انا مخيبه، لا. بغيت نقول بأنه ماشي اجتماعية بزاف، يعني مثلا كنحضر حفلات أولا تمشي مثلا بزاف ديال التظاهرات، بزاف ديال الأماكن اللي نكون كنعرف هذا ونعرف هذا ونعرف هذا، لا. واحد الإنسانة حدودية فجاتني يعني باش نبني علاقات بيني وبين الناس مثلا بزاف في العمل ديالنا هي مهمة بزاف، وأنا جاتني صعيبة لأني ما قدرتش نعملها. كيقول لك هو ضروري ما يعني بعض النصائح كيقول لك ضروري ما خصك تبني العلاقات مع الناس بحال المصممين والحرفيين والتجار، وكتعاون مع الآخرين غادي تفتح لك فرص جديدة وكيدعموك بزاف.
وحاجة أخرى قال لك خصك ضروري من الصبر والإصرار، وهذه هذه كنظن أهم حاجة هو أنك تكون صبورة. يعني الصبر صبر صبر بزاف، خصك تكون صبورة. والإصرار خصك ضروري ما تكون عندك الإصرار أنك خصني توصل لديك الحاجة، لأن باش توصل لديك الحاجة اللي هي اللي انت بغيتي توصل لها ما كيكونش دائما الطريق مفروش بالورود كيف ما كنقولوا. دائما كاين حجرات، كاين يعني بزاف ديال الحاجات اللي كتوقفنا او لا كتخلينا ما نوصلوش بسرعه للاهداف ديالنا. لذلك فكخصو يكون عندنا الصبر والاصرار. النجاح ما كيجيش قلك بالساهل، ما كيجيش بين الليله والنهار. خصك الصبر وخصك تستمر وما تخليش الاحباطات توقفك. وحنا للاسف كل صباح كنفتحوا عيننا ضروري ما كنسمعوا شي شخص او جوج كيحبطنا. ضروري ضروري ومؤكد. خصوصا هاد الكلمه اللي رجعنا كنسمعوها مؤخرا: الحركه واقفه، الدنيا الوقت ميت. مهم شي مصطلحات رجعنا كنسمعوها بزاف، تقدر مثلا تاثر علينا واخا تحاول انك انت ما تاثرش، ولكن كتبقى تسمعها باستمرار باستمرار كتاثر فيك. خصك تحاول دائما تجتهد ما تخليش هاد بحال هاد الشيء هذا او بحال هاد الكلمات هادو ياثروا فيك. واحسن حاجه هو انك مثلا تاخذ الملاحظات من العملاء ديالك. مثلا شي كليانه خدمتي لها شي حاجه عطاتك شي ملاحظات: هذه ما عجبتنيش، او هذه كان خصها تكون هكذا، او هذه خذها بعين الاعتبار. يعني ما تاخذهاش انها كتقلل من قيمتك، ما تاخذهاش يعني على نفسيتك بان زعما طيحت من القيمه ديالك او شي حاجه. بالعكس، هذه كتاخذها انت ملاحظه باش تحسن من الوضعيه ديالك او باش تحسن المره اللي ما جا. قول بان الناس شنو كتبغي وشنو كتبغي، فهمتي؟ لان انت دائما خصك تمشي على حسب ما كيبغيو، حسب ما كيبغيو الزبائن ديالك. واخر حاجه كخصك تكون كما قلنا، هي انا قلت لكم قبل ما نقراها كاينه. قال لك خصك تستمعي لاراء الزبائن ديالك وتركزي على النقاط اللي خاصك تحسني فيها. كيف ما قلنا دائما اي ملاحظه سمعناها خصنا ناخذوها بعين الاعتبار ونخدموا عليها بزاف. مره اخرى ان شاء الله، سواء كنت عادي تخدم نفس الزبونه او ممكن تاخذي منها فكره باش تحطيها مثلا في شي تصميم جاي. يعني بزاف د الحاجات. المهم اي حاجه خصنا ضروري ما ناخذوها بعين الاعتبار وما ناخذوهاش بحساسيه. وهذه هي النصائح اللي ممكن نقدر نعطيها لكم، وغادي تقدر تشقي طريقك للنجاح وتمشي بثبات إن شاء الله. نتمنى لكم التوفيق كاملين واحد بواحد، وأي واحد تمنى شي حاجة في الخاطر ديالو يا رب يتحققها له. كنعرفوا الدنيا صعابات والزمان صعيب، ولكن ضروري يعني ضروري ما نستسلموش. ما تستسلمش ان غير الزمان صعيب انا ما نتحركش، او لا هذه جاتني صعيبه انا ما نقدرش نعملها، او لا كتفتش على البدائل والحلول اللي هي مناسبه مع الوضعيه ديالك، سواء بالقليل سواء بالكثير. الحمد لله والشكر لله ماشيين في طريقنا، واخا بشويه بشويه. كنطمحوا ان حنايا نكونوا احسن، نتمنوا ان حنا نكونوا في المرتبه احسن. نتمنى من الله سبحانه وتعالى يفتح لنا طرق احسن واحسن، وكلها في الخير وفي الحلال، وما نضروا حد، ما ننافقوا حد، ما نكذبوا على حد. وصافي هادشي اللي بغيت نقول لكم. نتمنى لكم التوفيق كاملين بكم، واي سؤال او اي حاجه بغيتوها ما عليكم الا تخليوها لي في التعليق او تدخلوا عندي للخاص وانا نجاوبكم، او نحاول انني نبحث معكم، او حاول انني نعطيكم نصيحه او الراي اللي كنشوفه بالنسبه لي انا صحيح. انا كنقول لكم هذا الراي ديالي، ماشي ضروري يكون هذا هو الراي الصحيح. انا كنقول لكم الحاجات اللي كنخدم بها والحاجات اللي كتكواتيني انا. كل واحد كيفتش على الطريقه اللي كتناسبه او على الطريق اللي كيناسبه وكيلبي الحاجيات ديالو. شكرا لكم بزاف، ونشوفكم في فيديو قادم، وخليت لكم الراحه في امان الله.